بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير. نتحدث في هذا الفيديو حول إمكان رؤية هلال شهر ربيع الآخر لعام 1447 هجرية. بمشيئة الله سيكون الاقتران المركزي أو بداية الدورة القمرية الجديدة في يوم الأحد 21 سبتمبر 2025 الساعة 10:54 دقيقة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7:54 دقيقة بالتوقيت العالمي، خلال كسوف الشمس الذي يشاهد في أجزاء من جنوب الكرة الأرضية، حيث سيكون الاقتران في سمت شرق المحيط الهادي، الاقتران في برج السنبلة أو برج العذراء وفي منزلة الصرفة. هذا الاقتران سيكون في آخر برج الأسد مداريا، وفي برج السنبلة نجوميا وفلكيا. بما أن الاقتران سيحدث بعدما غروب الشمس، ونلاحظ أن اللون الأحمر الذي يعني أن الرؤية مستحيلة بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس في غالب قارات العالم، هذا باللون الأحمر يعني أنه الرؤية مستحيلة. حتى الأماكن التي فيها مكث في أجزاء من أمريكا الجنوبية الرؤية أيضا مستحيلة عمليا بسبب خصائص القمر. لذلك فإن الاستهلال والرصد والتحري سيكون في يوم الاثنين 22 سبتمبر ليلة الثلاثاء، وفيها هناك إمكان للرؤية بالعين المجردة من غرب المحيط الأطلسي في أماكن واسعة من قارة أمريكا الجنوبية، في الأرجنتين وتشيلي، وحتى جنوب وأقصى جنوب غرب البرازيل وبيرو عدا شمالها. تتوسع في حال صفاء الأجواء لتبدأ من شرق المحيط الأطلسي وتمتد إلى قارة أمريكا الجنوبية عدا شمال غيانا وفنزويلا، وتصل حتى جنوب نيكاراغوا. دائما ننظر أن هناك احتمال بمساعدة المنظار يبدأ من من غرب المحيط الهندي ويشمل جنوب مدغشقر، وتمتد حتى أجزاء من جنوب قارة أفريقيا في موزمبيق وملاوي وزامبيا عدا شمالهما، وجنوب كل من الكونغو الديمقراطية والكونغو والغابون، وتمتد حتى وسط المكسيك. الرؤية بالمنظار من وسط المحيط الهندي وتمتد في أجزاء أوسع من قارة أفريقيا، طبعا مدغشقر بأكملها، وجنوب كينيا وأوغندا، طبعا أوغندا على شمالها، والكونغو الديمقراطية، وجنوب وغرب أفريقيا الوسطى، والكاميرون ونيجيريا وبنين عدا شمالهم، وجنوب غرب بوركينا فاسو، وجنوب غرب مالي حتى السنغال عدا شمالها، وتصل حتى المكسيك عدا شمال المكسيك، حيث طبعا هذه محاكاة لموقع القمر بعد غروب الشمس في مناطقنا هنا في الخليج. القمر في برج السنبلة وفي منزلة العوة. في يوم الثلاثاء 23 سبتمبر ليلة الأربعاء نلاحظ أن الرؤية في أماكن واسعة بالعين المجردة بسهولة، تمتد من أوقيانوسيا، تشمل جنوب شرق آسيا وأقصى جنوب الصين والهند عدا شمالها، والقسم الجنوبي من باكستان وجنوب أفغانستان، والقسم الجنوبي لكل من إيران والعراق وجنوب سوريا وحتى لبنان عدا شماله، وأقصى جنوب كل من
أسبانيا والبرتغال وحتى الولايات المتحدة عدا شمالها. مع صفاء الأجواء تمتد الرؤية أيضا لتشمل جنوب اليابان، أقصى جنوب اليابان، وسط الصين، وجنوب كل من طاجستان وتركمانستان وإيران حتى تركيا، وجنوب أوروبا، جنوب أوروبا، ووصولا للولايات المتحدة عدا شمالها الشرقي، وأقصى جنوب غرب كندا. تحتمل بمساعدة المنظار من جنوب اليابان وكوريا الجنوبية ووسط الصين وجنوب آسيا الوسطى وجنوب أوروبا حتى جنوب كندا. بالمنظار إمكان الرؤية يكون في شمال اليابان، كوريا الشمالية، في شمال الصين عدا شمالها الشرقي والغربي، وفي جنوب منغوليا وآسيا الوسطى ووسط أوروبا حتى أقصى جنوب المملكة المتحدة وحتى وسط كندا. طبعا اللون الأحمر هذا لا يزال يعني أن الرؤية مستحيلة بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس، وغير الملونة الرؤية غير ممكنة بسبب خصائص القمر. ليلة الأربعاء محاكاة لموقع القمر أو الهلال. القمر في برج السنبلة أو برج العذراء وفي منزلة السماك الأعزل، سيكون أسفل منه أو أعلاه نجم السماك الأعزل، كما سيكون أعلى أيضا كوكب المريخ. هذا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.